أهلا بكل هوانم مصر والوطن العربي وجميع أنحاء العالم. كمان تحية خاصة جدا لأرق متابعيني مدام جيهان بالتباني من أمريكا، بقول لها تحية غالية جدا ليكي. ونبدأ الفيديو بتاعنا. عملت لكم النهاردة نوع من أنواع الحلويات التركي، وهي لقمة الباشا. لقمة الباشا دي من ألذ وأطعم الحلويات اللي ممكن تجربيها. طعمها كريمي جدا، فانسي جدا، حلويات فعلا تستاهل ان هي تكون 5 ستارز. تبان غالية جدا زي الحلويات اللي بتتقدم في الفنادق والمطاعم الكبيرة، بس هي في الحقيقة بمكونات بسيطة جدا واقتصادية، وموجودة في كل بيت زي ما عودتكم في كل الأصناف اللي بقدمها. بتعمد تكون سهلة بمكونات بسيطة ومتوفرة في كل بيت، عشان كده تتحمسي وتقومي تجربيها. بس قبل ما أبدأ معاكم في لقمة الباشا، اللي ما يعرفنيش، أنا الدكتورة سمسمة، ودي قناتي قناة صحة وجمال وطبخ، واللي بقدم لكم فيها سلسلة حلقات متتالية عن الصحة ووصفات للجمال والطبخ للمبتدئين. ويلا بينا نبدأ حلقتنا بدعوة حلوة جدا بظهر الغيب لوالدي العزيز بالشفاء العاجل يا رب ليس آجلا. ونبدأ ببسم الله ما شاء الله لا قوة إلا بالله، اللهم بارك. يلا بينا. المكونات عبارة عن لتر من اللبن الحليب، كوب من السكر، كوب من الدقيق أو الطحين، جوز هند، فانيليا، كريم شانتيه ماركة 5 minutes، زبدة. أنا استخدمت قطعة، المفروض تستخدمي 4 قطع. فرغت المحتويات بتاعة اللبن والسكر والدقيق وقلبت على البارد لحد ما الدقيق كله يبتدي يختفي، ورفعت كل دوت على النار علشان القوام بتاعه يتقل. اول ما القوام يبتدي يتقل بنزل بالزبده والفانيليا. نسيت اقولك انه النار هاديه متوسطه لهاديه، وابتدي اقلب. ما تسرعش في اني اشيل الخليط ده من على النار الا لما القوام يبتدي يتقل شويه كتير. ببتدي اجهز الصينيه اللي هعمل فيها لقمه الباشا، وابتدي افرد طبقة محترمة من جوز الهند، لان هي دي اللي هتساعدني اني الف لقمة الباشا. وانزل بالخليط اللي عندي، بس مش كله في مكان واحد علشان ما ياخدش جوز الهند ويجري، وعلشان يبقى سهل عليا اني افرده. بنزل بيه طبعا، ما بسيبوش في الحلة كتير عشان اعرف اطلعه، عشان ما يمسكش نفسه في الحلة. وابتدي افرد بالسباتشولا اللي هي الناشفة دي، واحطه في التلاجة لمدة نص ساعة، واجهز الطبقة التانية. كريم شانتيه، وبحط عليه لبن فيه مكعبات من التلج. طبعا بزود اللبن شوية بشوية لحد ما اشوف القوام اللي انا عايزاه او القوام المطلوب، وابتدي اضرب على السرعة العالية لحد ما يبقى القوام اتقل حاجة زي ما انتوا شايفين، يعمل منقار ماسك نفسه لما اطلع المضرب منه كده، علشان يبقى سهل عليا اني افردها على الطبقة الاولانية اللي انا عملتها ودخلتها التلاجة. طبقة زي ما انتوا شايفين اهي مسكت نفسها. هنزل بالكريم شانتيه برضو مش كله في مكان واحد علشان اعرف افرده بالسباتولا، ما ياخدش الطبقة اللي تحتيه برضو يجري. وابتدي افرده برقة وبالراحة جدا علشان احافظ على الطبقة اللي تحت، لان الطبقة اللي تحت هي اللي هتبقى في وش التقديم زي ما بيقولوا. فردت طبقة الكريم شانتيه، هبتدي ادخل الصينية في التلاجة لمدة 3 ساعات علشان الطبقتين يمسكوا ببعض كويس، واعرف ان انا اشكل لقمة الباشا. طلعتها من التلاجة وابتديت اقطعها بالسكينة من النص ومن فوق، بحيث اني اعمل مستطيلات متساوية. وبحط الحشو بتاعي عبارة عن سوداني
سوداني مجروش زي ما انتوا شايفين. طبعا ممكن تستبدلوا الحشوة دي بفستق، ولكن انا اللي كان متوفر عندي وقتها السوداني، وصدقوني السوداني اجمل بكتير من الفستق. وظيفة الحشوة هنا هي بتكسر الطعم الكريمي قوي بتاع لقمة الباشا، وابتدي اسلكها من على الجوانب علشان اقدر ان انا الف لقمة الباشا. التركية في نوع الحلويات التركي دي بتكمن في اللف، طريقة اللف. اول واحدة طبعا بتبقى مزعجة شوية لانه ايديكي لسه مش واخدة على انك تلفيها، بس بعد كده خلاص بقى بيبقى اللف بالنسبة لك سهل. وانا لفيت معاكم اكتر من واحدة علشان تعرفي ازاي تلفيها زي ما انتوا شايفين. دي نمرة 3 اللي انا هلفها معاكم. الاول بسويها بايدي على قد ما بقدر، وابتديت الف نمرة 3. خلاص بقى بتبقي اخدتي على اللف، وبتبقى الموضوع سهل قوي بالنسبة لك. انتي على قد ما تقدري تلفي بايد، وبالايد التانية تحاولي برضو تظبطي الدنيا. ونقلتها في طبق التقديم وسويتها، وحطيت عليها جوز هند تانية، لان زي ما قلت لكم لازم طبقة جوز الهند اللي فوق تبقى طبقة محترمة كده. وعملت الجناش بتاعي بالسوداني برضو، ممكن تعمليه بالفستق. وبس دي كانت لقمة الباشا. صدقوني من ألذ وأطعم وأروع الحلويات اللي ممكن تجربيها. فعلا تستاهل ان هي تكون حلويات 5 ستارز. تقدري تقدميها لضيوفك، يعني بجد هتعجبهم جدا. انا عايزه اقول لكم انا قدمتها لضيوفي خالص، ما كانوش مصدقين انه هي حلويات معموله في البيت، كانوا بيفتكروا ان هي من بره. شايفين طبقات وطعمها كريمي وفانسي جدا وحلوه جدا. والسوداني اللي جوه شايفين عامله ازاي؟ السوداني اللي جوه بجد بيكسر حدة الطعم الكريمي قوي الجامد ده. السكر بتاعها خفيف جدا معتدل، تقدري تاكلي منها قطعة و2. يعني انا متأكدة انها هتعجبك، وانك هتقومي تجربيها دلوقتي، لان زي ما قلتلك هي موجودة في كل بيت. لو عجبك الفيديو ما تنسيش تعملي لايك، لان ده بجد بيساعدني جدا. بحس فعلا انه الاصناف اللي بعملها بتعجبكم. واعملي شير كتير قوي عشان انتي تستفيدي وغيرك يستفيد، لانه فعلا صنف يستاهل انه ناس كتير قوي تجربوا وتعرفوا. ولو لسه ما اشتركتيش في القناة اعملي اشتراك وفعلي الجرس على الكل عشان يوصلك مني كل جديد. وان شاء الله استنيني في فيديو جامد جدا جدا يوم الخميس الساعة 9 بتوقيت مصر. وهنا خلصت حلقتي، ليكم مني أرق التحية، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.